بسم الله، أحمد الله كثيرا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عجالة سريعة كده أحب أتكلم بس في كم نقطة كده للناس الجايين أمريكا جداد، إذا كان عزابي وإذا كانوا بأسرة يعني. ففي بعض النقاط المفترض إن الزول طوال يزعى يمشي يحققها سريع يعني، عشان ما يعني يضيع زمن ساي. فيفضل انا بس كاتب لي هنا كم نقطة كده هتكلم فيها سريع. يفضل انه الزول لو جاء يعني على الاقل يجي بحبة قريشات، يعني يكون عنده قروش كده يحاول يصل بيها، عشان اذا كان جيت مع ضامن او اذا كان مثلا جيت براك، يعني بتحتاج انه يكون عندك مصروف. صراحة البلد هنا في امريكا غالية والمعيشة غالية، حتى لو جيت نزلت مع زول قد يمكن يستحملك أول شهر، تاني شهر، تالت شهر بالكثير، فبعد ذاك بيقول لك يا أخي نام شوف لك شغل بعد. هو ما بيطردك لكن بيجيبها لك بطريقة غير مباشرة، يعني أزعى أشوف شغل كده يعني. فالوضع صعب شديد في أمريكا، ما زي زمان. إحنا نسمع زمان كان أيام كلينتون والناس القدام الجو هنا الحياة كانت جميلة وحلوة، والدنيا زي ما بيكون شايل هم في المعيشة وكده. فحس أيام يعني يوم بعد يوم الأمور بقت شوية تتغير يعني. فيفضل إنه زول يكون معه حبة قروش يعني يجيبها كمصروف يعني. ده أنت على حسب يعني وضعك المادي، ما معروف. أي زول ممكن، أنا بعرف ناس اللي بيجي ب10,000 دولار، في زول اللي بيجي ب2000، في زول بيجي ب4. يفضل على الأقل جيب معك 1000 دولار وتعال يعني. يفضل أو 500 دولار لو أنت زول كحيان زي حالاتي كده، تعال جيب له 500 دولار، خليها في جيبك احتياطي وتعال وقطع تذكرتك وتعال. فما بتعرف المغادير، لا قدر الله الزول ممكن يصل هنا ما يلقى سكن، ما يلقى حاجة، أو يعني كفيله ممكن زي ما بيقولوا ما يجي يستقبله كده. ففي حالات هي نادرة تحصل، لكن الناس هنا ما شاء الله هي زول يعني يسمع له سوداني جاء لو ما بيعرفوا بيمشي للمطار طوالي عشان يمشي يستقبله ويجيبوا البيت. فهذا يعني الحمد لله احنا كناس سودانيين عندنا الحاجة دي لحد الآن موجودة فينا، والحمد لله ما بشكر نفسي ولا بشكر الناس اللي معاي، لكن دي حاجة هنا الناس اللي قاعدين هنا عارفينها كويس. زول جاء في الولاية جديد الناس كلها بتجري عشان تزعى له في أموره وفي حياته. فده الحاجة يمكن تكون أكثر شيء في الولايات الصغيرة أو الولايات اللي ما فيها مدن كبيرة، لكن المدن الكبيرة الناس طبعا ملهوين مع زي ما بيقولوا مشاغل الحياة وكده يعني. اللهم صل على الحبيب. فدي النقطة الأولى داير أتكلم عليها، إنه الزول يعني يفضل يجي يكون معه قروش يعني. لأنه لو إذا كان جيت عزابي هتحتاج من أول شهر تاني شهر إنك تأجر مع الشباب يعني، تدفع زي ما بقول أقل شيء في قليل شديد 400 أو 500 دولار في الغرفة يعني، هتقعد فيها شيرين مع الناس. غير كده الأكل والشراب محتاج، برضو الملابس. الأكل والشراب هو يعني ما ذات أهمية شديدة، لكن برضو بتحتاج ملابس، لأنه في مناطق بتكون باردة شديد، في مناطق الوضع فيها بيكون بارد شديد، ومحتاج زي ما بيقولوا يعني جاكيت، محتاج انا كان عملت غلطه، جيت لولايه بارده شديده، وجيت في وقت بتاع تلج، كان شهر 11 يعني بدايه اللي بيقولوا عليه الفول تايم. فالفول تايم ده يعني الجو بيكون فيه متغير شديد وبيكون بارد شديد. فالحمد لله يعني الواحد قدر يلقط زي ما بيقولوا بالشغل، بجاي لقط حاجات زي ما بيقولوا. والناس اللي جيت نزلت معاهم ما شاء الله يعني ما قصروا معي والله صراحه، تحيه لهم من هنا برضو، ما بنساهم يعني في وقفتهم معايا يعني. الحاجة الثانية موضوع الأوراق الثبوتية. الزول لما يجي جديد لازم يعني يحاول يسعى في موضوع الأوراق ده عشان يلقى شغل سريع، لأن الواحد لو قعد شهر شهرين وما حاول يعني يجري ورا الورق ممكن يدخر أكتر من شهر شهرين برضه، لأنه السوشيال ده ممكن الواحد يجيه في أسبوعين، ما بيعمل مشكلة كبيرة. لكن الجرين كارد فيها أشغال ما لم يكون عندك الجرين كارد اللي هو يعني بيقولوا عليه الإقامة. في أشغال لو ما عندك الجرين كارد أو ما عندك ورك بيرميت، يعني ورك بتاع اللي هو التصريح بتاع العمل، ما بتقدر تنزل معاهم. فيفضل إنك أنت قبل ما تدخل أمريكا حاول ادفع قروش الجرين كارد دي من البلد اللي أنت قاعد فيها هناك قبل ما تستلم بعد ما تستلم الفيزا أقصد يعني. لأنه لما تدفع هناك وتجي تدخل أمريكا يعني غالبا يعني ممكن تستلم الجرين كارد قبل السوشيال سيكيورتي.
فالموضوع ده بيسهل عليك شديد بالنسبة لموضوع الشغل كده. فبتكون يعني بتقدم بقلب قوي، يعني انه طوالي انا محتاج الشغل الفلاني، بتلقى الحاجة طوالي بالوراق الثبوتية، بتطلع زي ما بيقولوا السوشيال، بتطلع الجرين كارد، بتنزل الشغل طوالي. الحاجة الثالثة بعد السوشيال والجرين كارد موضوع الرخصة. الرخصة انت لو بتعرف تسوق قبل كده، يعني لو عندك يعني سكت قبل كده في السودان او في اي دولة تانية، هنا ما حتلاقي صعوبة شديدة في موضوع الرخصة ده. ان شاء الله بتقدر تطلع الرخصة سريع، لانه الرخصة دي برضه زيها زي الورك بيرميت اللي هو تصريح العمل او الجرين كارد، يعني فيها اشغال برضه كتيرة. لو انت ما عندك الرخصة ما حينزلوك. ليه؟ لانه بيقولوا الزول اللي حينزل معانا ده في الشغل، لو حيقعد يركب باص ومترو وما عارف شنو، حيدخر من الشغل. لكن الزول عنده رخصة ده خلاص هيقدر يتحصل لعربية بأي سعر ويجينا الشغل في وقته. فهم بيفضلوا أصحاب العمل أو أرباب العمل بيفضلوا إنه الزول يكون عنده رخصة، عشان اللي قدام يقدر يجيب سيارة ويقدر يجي شغله في الوقت بتاعه، يعني ما يدخر كل يوم. والحاجة الثانية اللي بتساعدك في الرخصة، ممكن أنت بعد تداوم في حتة، كان في مطعم، كان في فندق، كان في شركة، كان في وير هاوس، كان أي حاجة، بسبب الرخصة دي ممكن تأجر سيارة، أو ممكن تشتري سيارة بسعر رخيص 2000 3000 وتشتغل بها دليفري في الأوقات اللي أنت بتكون فيها يعني فراغ، يعني كساعات زيادة للعمل، يعني أو دخل إضافي يعني. فدي الحاجة دي بتساعدك أنت بعد تصل. طبعا أنت ما حتسوق طوالي، ما حتكون متعود على البلد، لكن شوية مثلا شنو، اشتري عربية امشي بها الشغل بتاعك شهر شهرين 3 شهور لحد ما تتعود على السواقة في البلد دي وتتعود على الشوارع. بعد ذاك حبة بتقدر تسوق، تشتغل بها ذات العربية، تشتغل بها دليفري وتوصل بها طلبات وكده، فيبقى لك كمصدر دخل إضافي يعني، لحد ما حبة ذات بتتعود على المجتمع الأمريكي، وتقدر تصل من الإنسان الأمريكي ذاته تعامله كيف، بتقدر تصل للحاجات دي عن طريق يعني إنك تدخل نفسك في المعمعة بتاعت الشغل دي، تقدر تفهم المخ الأمريكي ده ذاته ماشي كيف، الجمجمة الأمريكية دي فاهمة شنو يعني. فدي من الحاجات برضه شنو الحاجات المساعدة في موضوع الرخصة ده بالذات يعني. الحاجة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها في موضوع العمل، الشغل في حد ذاته محتاج مجهود شوية. يعني مثلا الزول لو جه جديد، يعني ما بيكون عنده باك جراوند انه اشتغل في امريكا قبل كده، فممكن يلقى صعوبة مثلا لانه هنا لما انت تيجي تعمل ابلاي لشغل، بتمشي تعمل معاينة للشغل. طبعا الموضوع المعاينات ده زيه زي الانترفيو بتاع الفيزا، بتمشي بتقعد مع زول باللغة الإنجليزية، بتاخد وتدي معاه في الكلام، هيسألك يقول لك أنت اشتغلت قبل كده شنو أو خبرتك العملية اشتغلت في شنو. فهو الزول رب العمل ده يعرف أنت خبرتك شنو في الحياة، اشتغلت شنو، هل أنت لما تجي هتبقى له عالة في الشغل ولا هتقدر تنجز الشغل. فلازم المعاينة دي لازم تخش فيها. فيفضل انه يكون عندك انجليزي شويه كده، على الاقل يعني تقدر تتخاطب مع زول، تاخد وتدي معه، يعني يكون في كونكشن بينك وبينه. فانا قبل كده لما جيت جديد، يعني زول في السودان ده، يعني كنت يعني باخد كورسات بتاعت انجليزي وبتاع يعني، لكن لما جيت تعبت صراحه في انا مشيت عملت معاينات، كميه من المعاينات. انا الزول اللي كنت ساكن معاه ما عندي كان تليفون زاد رقم تليفون فجيهم كده قال لي يا اخي الناس ده عذبوني يا اخي، 100,000 نفر بيضرب لي يقول لي دارين عبدول فانا كنت مستخدم الرقم بتاعه، بمشي بعمل معاينه وبخلي الرقم بتاعي عند الزول، فبتجيه رسائل كثيره في التليفون بتاعه. فدي كنت من الطرائف يعني الله يمسيها بالخير يعني، اخوتنا دي انا كنت معزيها معايا شويه يعني. فالمهم الزول يعني يفضل يمشي يبحث في مكاتب العمل، في مكاتب في أي منطقة بالذات المدن الكبيرة، في مكاتب اسمها مكاتب العمل أو الورك ايجنسيز. ورك ايجنسي ده مكتب بتاع عمل، بتمشي تقول لنا يا جماعة أنا جيت هنا البلد دي، ما عندي خبرة عملية قبل كده معاكم هنا في أمريكا، ما حصل اشتغلت في أمريكا، ده أول شغل ليا أنزل فيه وأنا محتاج لشغل. بينزلوك طوالي في مكاتب، ممكن من تاني يوم يتصلوا بيك ويقول لك تعال عندنا شغل فلاني، يودوك تشتغل في مزرعة، يودوك تشتغل في مخازن، في شركة، في أي حاجة. المهم أنت بتلقى شغل معاهم، بتورينا يا جماعة دي خبرتي في الحاجة كده، وأنا دي شهادتي، وأنا عندي شهادة بتاع الثانوي، والمهم دي مؤهلاتي كده. فهم بينزلوك على حسب المستوى بتاعك، حتى لو عندك لغة وما عندك لغة بينزلوك شغل إن شاء الله. فدي طريقة من الطرق بتاعت اللي ممكن تفتش بها شغل. ولو قدرت تفتش، ممكن تفتش في الموقع بتاع انديد اونلاين،
ده الموقع ده فيه كميه من الاشغال. انا عن نفسي غايته عندي استراتيجيه قاعد اتبعها، يعني يعني انا جربتها كثير ومشت معي كثير صراحه. بقوم بعمل شنو؟ بخش الجوجل ماب ذاته، بفتح في الجوجل ماب بشوف الحته اللوكال اللي انا قاعد فيها، يعني المنطقه اللي انا حاليا قاعد فيها بشوف حوالينا بالجوجل ماب. لقيت مثلا فتحت الجوجل ماب بشوف يا ربي مثلا طيب في ستور جنبنا، الستور الفلاني اسمه كده، بخش في الستور. ما انت تخش في الستور بتلقى الموقع بتاع الستور ذاته، تخش في موقع الستور في اي موقع بتاع ستور بتاع مصيبة زمان، شركة، في مخازن، في فندق، في مطعم، في اي حاجة، بتلقى الموقع الفلاني. بتخش الموقع بتاعهم بتلقى حتة حاجة اسمها كارير. الكارير دي اللي هي الوظائف اللي عندهم، فبكونوا فاتحين فورمات في الموقع بتاعتهم دي. انت بتخش الكارير ده، بتخش الصفحة بتاعت الكارير، بتكتب بياناتك، بتنزل بياناتك، انا داير اشتغل الشغل الفلاني، بتختار. حتى بكونوا في مواقع بتحدد الوظائف بتاعتها، انت بتخش الوظيفه على حسب مستواك او مؤهلك انت بتقدر تعملها، انت بتقدر تعملها، بتخش وبعد ذاك بيكندوك خير وبركه انه لمعاينه، خير وبركه. يزول يناديك لمعاينه ده معناته زول فعلا داير عمال. زول ما ناداك لمعاينه ده معناته بس خاطر الموقع ده وفاتح الوظائف دي كده بس لحد ما يشوف المؤهلات اللي هو دايرها. فانت بتحاول شنو؟ بتجتهد شويه في الاول، تحاول تفتش مكاتب العمل، بتخش الموقع بتاع انديد، تخش الموقع ده بتشوف الوظائف اللي هي في المنطقه اللوكال بتاعتك، بتخش تشوف الحياه اللي ممكن تلقاها كده. والحاجه الثالثه هو زي ما قلت لكم بتخش شنو؟ بتمشي تفتش العديل بالموقع الجوجل ماب، تشوف المناطق اللي جنبك فيها شنو، في استورات، في محلات، في شركات جنبك، في وير هاوسات اللي هي مستودعات كبيره. بتخش في اي حاجه من الحاجات دي بتضغط في الجوجل ماب ذاته الكلام ده، فبتلقى الموقع بتاعهم زي ما قلت. بتخش في الموقع، بتخش في حاجه اسمها شنو؟ كارير، تفتش في حاجه اسمها كارير، غالبا بتكون تحت من ضمن الخيارات اللي تحت في الموقع ذاته. بتخش في الكارير، بتشوف الوظائف اللي خدتينها في الموقع بتاعهم شنو، وانت بعد ذاك تشوف الوظيفه الدايره بتقدم فيها. بعد ذاك بتخش معاهم في المرحله بتاعت معاينات والذي منه، وان شاء الله بتتوفق ان شاء الله. فدي من ضمن الثلاث حاجات اللي ممكن انت تلقى بها شغل سريع: الورك ايجنسيز اللي هي مكاتب العمل، الموقع بتاع انديد لانه في وظائف برضه كثيره بيخطوها ارباب العمل بينشروها في الموقع ده. والحاجه الثالثه تتبع الاستراتيجيه بتاعتي اللي انا قاعد شغال بيها دي، اللي هي ممكن تفتش زي ما قلت لك في المناطق اللي حوالينك، حوالين سكنك، يعني عشان بعدين انت ما يكون عندك مشكله في المواصلات، في حاجه بالشكل ده تقدر تصل يعني ان شاء الله بعجله، تقدر تصل الشغل او بالمترو او باي باص، يعني يكون مسافتك ان شاء الله بالكريم تقدر تصل يعني. فيفضل دائما انت تشتغل في حته قريبه من سكنك، عشان حبه لما انت تعمل لك سياره تقدر شنو بعد ذاك تفتش في الشغل الافضل، وحتى لو بعيد معك ما يكون عندك مشكله يعني. فان شاء الله موفقين جميعا، ونتمنى اي زوج البلد دي ان شاء الله يسعى ويجتهد ويصل ويحقق الشيء اللي هو دايره. والناس يعني شويه كده السنين الاولى حتكون شويه صعبه للزول، لكن حبه الناس حتقدر يعني تفهم البلد وتفهم السيستم الماشي هنا كيف، والناس ان شاء الله بتصل للدائره ان شاء الله. فموفقين. ودي بس زي بيقولوا حبة نقاط كده حبيت اوريكم ليها، لانه الناس هنا صراحه لما تيجي جديده الواحد بيتعب شديد في موضوع العمل، في موضوع الورق والحاجات المفروض هو يمشي يجري فيها في الاول، لانه زي ما قلت بتاخد زمن. مرات في ناس بتاخد لهم زمن، في ناس بتاخد لهم زمن، في ناس محظوظين يعني من اول اسبوع اسبوعين بيستلموا الوراق كلها بتاعتهم والامور بتمشي يعني. فموفقين ان شاء الله. ولو في اي استفسار ان شاء الله اخوكم في الله عبدو موجود ان شاء الله. اي مشكله ان شاء الله نحاول نرد لكم فيها باذن الله تعالى. نشوفكم ان شاء الله ودمتم على خير.